في هذا الفيديو راح أتكلم عن قصة عائلة فقيرة مسكينة انقتلوا بأبشع طريقة وانحرقوا على يد جنود أمريكان في عام 2006 أيام الحرب في العراق. السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ أنا خالد، رجعت لكم فيديو جديد أو بمعنى أصح قصة جديدة. خلونا نبدأ بالقصة على طول. في شهر مارس من عام 2006 أسدلت محكمة المحمودية الستار على واحدة من أبشع الجرائم بحق الطفولة في العراق. هي أشبه بسيناريو فيلم رعب عن بلدة صغيرة تسكنها عائلة بسيطة تعرضت للقتل بأبشع طريقة ممكنة ولسبب تافه وسخيف. وفعلا في نهاية الفيديو راح أحط لكم فيلم يحكي هذه القصة وقصص صارت نفسها في العراق. بداية الأحداث بدأ كل شيء في تاريخ مارس سنة 2006 في بلدة اليوسفية. على حوالي الساعة 12 الظهر شافوا الناس دخان كثيف يطلع من بيت عائلة الجنابي، ولما اتجهوا حوله كانت النار مشتعلة في بيت العائلة المكون من 6 أفراد، وصوت سيارات المطافي اللي كانت جاية واللي معها عدد من الجنود اللي كانوا في المنطقة في هذاك اليوم. بينما الكل في حالة هلع، كان البيت هادي من الداخل وما في أي صوت صراخ ولا استغاثة، بالإضافة إلى أن واحد من الجيران لمح أجسامهم عن طريق الشباك هم مرميين على الأرض، وتوقع الجميع أنهم ماتوا وراح يطفوا النار وياخذوا جثثهم. كان في شيء ينتظرهم ما كان في الحسبة. وبعد ما طفوا النار شوي دخلوا البيت وكان المنظر مرة مخيف. كان قدامهم جثة الأب قاسم وهو غرقان في وسط بركة من الدم وراسه مفجور بطلقة نار. أما الأم فخرية فكانت طلقة النار جاية من الخلف وجثتها في حالة يرثى لها. وأما طفلتهم هديل الصغيرة كانت مقتولة بالرصاص وبيدها وردة قطفتها من حديقتهم قبل ما تموت. وفي مكان ثاني في البيت وفي غرفة ثانية كانت أختها الكبيرة عبير هي بعد مقتولة ويدينها ورجولها مربوطة، وما زال دمها يسيل ودخان يطلع من راسها، جسمها محترق بثوبها الأبيض. هنا عرفوا الكل أنهم قدام مذبحة وما حد نجا منها غير طفلين اللي هم محمد وأحمد اللي كانوا في المدرسة في هذاك اليوم. وأثارت هذه الجريمة الكثير من الجدل، مو بس لبشاعتها ودمويتها بل اللي ارتكبوها كمان. والحين خلونا نتعرف على هذه العائلة وقصتها. تعددت الروايات حولهم، لكن اللي كان أكثر انتشار أن عائلة الجنابي الأب قاسم والأم فخرية والأطفال عبير وهدي وأحمد ومحمد عاشوا حياة هادية بلدة اليوسفية. وكان الأب يشتغل حارس في مخازن البطاطا الحكومية، وعلى الرغم من أنهم كانوا يعانوا من الفقر إلا أنهم كانوا في وئام دائم وما كانت عندهم مشكلة غير الحرب في هذاك الوقت. ما كانوا يقدروا يتنقلوا بين القرى اللي حولهم بسهولة. وكمان هذه العائلة تعرضت أكثر من مرة لمداهمات بسبب الجنود الأمريكيين، وكانوا يتعرضوا للكثير من المساءلات، وهذا الشيء سبب لهم تقييد كبير في حريتهم. كانوا يتمنوا وعلى أمل أن تتحسن أوضاعهم المادية عشان ينتقلوا لمدينة ثانية كبيرة زي بغداد مثلا. كان بيتهم يبعد 200 متر تقريبا من نقطة تفتيش أمريكية فيها 6 جنود. وفي مرة هذول الجنود حطوا عيونهم على بنتهم عبير اللي وقتها كان عمرها 14 سنة بسبب جمالها، وكانت دائما لما تروح للمدرسة يوقفوها ويفتشوها ويتحرشوا فيها بطريقة غير مباشرة. وكانت المسكينة عبير مرعوبة مرة، وبسبب هذا الشيء صارت تخاف انها تروح للمدرسة، ومن خوفها وقلقها ما قالت لأمها على اللي كان يصير معها. بدأ إزعاج الجنود وتحرشهم في عبير يزداد يوم بعد يوم لدرجة ان الجيران لاحظوا هذا الشيء، وكانوا في الغالب يجلسوا يناظروا فيها لما كانت تنظف الحوش او تكون برا البيت. بعدها راحوا الجيران البيت عائلتها وجلسوا يحذروا الأب من تصرفات الجنود ونظراتهم تجاه بنته، لكن الأب طمنهم وقال أنه هو يعرف هذول الجنود زين، وإن بنته صغيرة وإن صار شيء بنتك جاهزة. بعدها سكتوا الجيران، ولكن بدت الأم فخرية تلاحظ تصرفات الجنود تجاه بنتها. مثلا كانوا يأشروا عليها بطريقة إعجاب، ابتسامات والكثير من النظرات، وهم يتهامسوا قدام عين الأم وهي سامعة اللي صاير. وهنا خافت الأم على بنتها وما سكتت على اللي صاير، وقررت أنها تمنع بنتها أنها تروح للمدرسة نهائيا. بعدها نقلتها أنها تعيش في بيت عمها لفترة معينة إلين ينسوا هذول الجنود موضوعها ويبطلوا يزعجوها. بعد فترة انزعج أبوها قاسم أن بنتها عايشة بعيدة عنه، وقرر أنه يرجعها، وفعلا رجعها. ما كانت عبير تطلع من البيت أبدا، وما كان يجيها أي إزعاج من الجنود وهي عايشة في بيت عمها. وهنا ارتاحت الأم، ولكن صار اللي ما حد يتوقع. وفي يوم الجريمة وفي الجهة الثانية وكانوا الجنود واللي عددهم
4 يتكلموا وهم يشربوا الكحول وجالسين يخططوا. كانت خطتهم الشنيعة أنهم يغتصبوا عبير، وفعلا راحوا وبدلوا ملابسهم العسكرية ولبسوا ملابس سوداء طويلة، وبعدها اقتحموا بيت عائلة الجنابي 12 مارس عام 2006. وبعد ما دخلوا البيت فصلوا عبير وعائلتها في غرفتين، وتناوب 2 من الجنود على اغتصابها وضربها وهي تبكي وتصرخ بقوة. ولما سمعتها أمها ركضت اتجاهها بسرعة عشان تنقذها، ولكن بسرعة وقتها واحد من الجنود أطلق عليها النار، ماتت بلحظتها. هنا انجن الأب قاسم المقتل زوجته وراح يهاجم الجندي، لكنه أطلق عليه النار في راسه وصدره. بعدها قتل بنته الصغيرة هديل اللي حاولت تهرب لزاوية الغرفة. بالنسبة للمسكينة عبير، بعد ما خلصت نزواتهم المريضة قتلها نفس الجندي بالرصاص وبدون أي رحمة. وما اكتفوا بهذا كله بس، حتى إن في واحد فيهم كان يداعب مناطقها الحساسة وهي ميتة. بعدها أغرقوا جسمها بالكيروسين من فانوس زيتي، نفس الفوانيس القديمة اللي يكون فيها زي الغاز، وولعوا النار فيها. وبعدها فتحوا اسطوانة غاز البروبان اللي في المطبخ واشتعل البيت على طول. وفي الجهة الثانية رجع الطفلين محمد وأحمد من مدرستهم، وانفجعوا لما شافوا النار قاعدة تطلع من بيتهم، ووقفوا هناك وهم مرعوبين وجلسوا يبكوا. وبعدها تركوا المدرسة وخسروا مستقبلهم. أشعة القصة ما تنتهي عند هذا الحد. رجعوا الجنود الأمريكيين لنقطة التفتيش وكأن ما صار أي شيء، هم فرحانين بعظمة اللي سووه، حتى إن واحد فيهم كان ينقز على سريره من الفرح ويقول كان شيء رائع. بعدها بوقت اعترفوا رئيسهم في الكتيبة. تتوقعوا أن سلمهم للعدالة؟ على العكس تماما، تستر عليهم وعلى أفعالهم. وبعدها بوقت انتشر بين الناس خبر أن اللي ارتكبوا الجريمة هم ناس متمردين لا أكثر. وللأسف صدق أقارب الجنابي الخبر وراحوا للجنود الأمريكيين يطلبوا مساعدتهم، هم نفسهم القتلة. هناك في البيت وقت التحقيقات كانوا الجنود الأمريكيين ورئيسهم في الكتيبة يخفوا الأدلة قدر المستطاع. الحين تتساءل مين هم هذول الجنود المجرمين؟ واللي هم كورتيز وجيسي سبيلمان وجيمس باركر وستيفن جرين، بالإضافة للرئيس وحدته. كل هذول تعاونوا واجتهدوا عشان يقفلوا القضية ونقلوا معلومات خطأ في ذاك الوقت عشان يضللوا الشرطة. كان ممكن أن هذا القصة تبقى بدون حل، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. الله كتب أن يصير شيء يقلب كل شيء فوق رؤوسهم. في يوم من الأيام اقتحم مجهولين نقطة التفتيش اللي فيها الجنود الجناة وقتلوا جندي اسمه ديفيد. بعدها اختطفوا جنديين ثانيين واللي هم توماس لويل وكريستيان ميشاكا. وبعد وقت من البحث عنهم بدون أي جدوى نشروا هذول المجهولين صورة لهم ورؤوسهم مقطوعة. وبعدها بوقت تبين أنه تم تعذيبهم قبل وفاتهم. وبعدها أرسلوا المجهولين رسالة برروا فيها اللي سووه أن انتقام لعائلة الجنابي. اللي صار هذا خلى واحد من زملائهم يغضب ويستاء، واللي كان أنتوني يوروب، وقال لصديقه جاستن وات أنه سمع مخطط اغتصاب عبير وقتل عائلته، ولكنه ما سوى أي شيء حتى لما رجعوا الجنود من جريمتهم. شاف ملابسهم ملطخة بالدم وعصب أن هذول المجرمين أحرار. وقتها راح جاستن وات رؤساءه وبلغهم بالقصة كاملة اللي سمعها من زميله. كان القاتل جرين في أمريكا تحديدا في ولاية فيرجينيا يحضر جنازة زميل له، وهناك مسكته القوات الفدرالية وسلمتها للسلطات بتهمة اغتصاب عبير وقتلها وقتل عائلتها. طلب محامي جرين أن ما تنتشر فضايح موكلة، ولكن القاضي رفض طلبه. وفي اللحظة اللي وجهوا فيها الاتهامات عليه تتوقع أنه أظهر أي ندم؟ على العكس دافع عن نفسه كأنه ما سوى أي شيء. وهناك في المحكمة بدأت الكثير من الحقائق تنكشف واحدة ورا الثانية. في الماضي لما كان جرين في الثانوية كان يتمنى أن يشتغل في الجيش، ولما قبلوه أرسلوه للعراق سنة 2005، وهناك بدأ يتعلم العنف شوي شوي. وقالوا له أنه لازم يدافع عن نفسه بكل قوة. وأكثر موقف أثر عليه هو أن في شخص أطلق النار على زملائه وهم في نقطة تفتيش، وصار مرة عنيف وبدأ يتعاطى المخدرات. وقال قصة أنه في مرة وهو يمشي شاف بسة وهي تموت ببطء قدامه، والغريب أنه كان مستمتع بالمنظر. وشخصوه الأطباء بأنه مصاب باضطراب الشخصية المعادل للمجتمع. وكان مرة يفرح لما يسمع خبر أي شخص بريء انقتل. كان يقول إن قتلهم مثل سحق نملة، حتى إنه بعد جريمته في عائلة الجنابي احتفل هو وزملائه بحفل شواء، وهو يقول أنا متحمس ومتحفز إني قمت بشيء كبير في حياتي. هو نفسه اللي قتل العائلة بكبرها بمسدس، واللي صب الكيروسين على جسم عبير، وهو اللي كان ينقز بفرح على سريره بعد ما انتهت جريمته. بعد كل هذا تم إحضار شركائه في الجريمة
ظلت محاكمتهم 4 سنوات، وبعدها أمر القاضي أنهم يجيبوا اللي تبقى من عائلة الجنابي، واللي هم كانوا بعض أقارب الجنابي أحمد ومحمد بعد ما كبروا شوي. وبعد ما دخلت الجدة المحكمة بدأت تصرخ بقوة واتجهت نحو جرين، لكن المسؤولين أبعدوها عنه. وبعدها جاء أحمد ومحمد وقالوا إن جرين كان يتهجم على بيتهم بالليل وهو يدور على أشياء مين موجودة أصلا، ويتحرش بأختهم عبير. فجأة ظهر الندم على جرين واعتذر لهم، وقال بأن اعتذاره ما راح يمحي الماضي، وإن الله راح ياخذ حقهم منه. وفي وقت احتجازه في السجن نقلوه للسجن ثاني بسبب اعتداء السجناء الثانيين عليه. زي ما تعرفون هناك في السجون في اللي متهم قضايا جنسية أو قضايا عنيفة، وهنا يحقدوا عليه أكثر ويهاجمون. وقتها بدأ الندم يزداد في نفس جرين، وأخيرا نطق القاضي بحكم هذول المجرمين، وهي كالآتي: جيمس باركر 90 سنة سجن مع عدم إمكانية الإفراج المشروط إلا بعد 20 سنة. حاول باركر إنه يمثل الندم قدام الناس، لكن الصحفيين اللي كانوا متواجدين ذاك الوقت قالوا إنه كان يدخن وما بان عليه أي ندم إطلاقا، وما أظهر أي مشاعر لعائلة المغدورين. كورتيز حكم عليه بالسجن 100 سنة. جيمس سبيلمان حكم عليه بالسجن 110 سنين. براين هارود 27 شهر. ما اشترك معاهم في الجريمة، لكنه سمع مخطط جرين وزملائه، ولو إنه بلغ عليهم كانوا هم أحياء، لكنه برر اللي صار. أنا أتوقع أنهم يمزحوا وما صدق أنهم فعلا راح يسووا هذا الشيء. أنتوني يورب رئيس نقطة التفتيش حكموا عليه بعرقلة التحقيقات، قدم بيان كاذب، لكن أسقطت عنه كل التهم وتم تسريحه من الجيش بدرجة فشل. بالنسبة لجرين حكم عليه بالسجن لمدة 150 سنة، ومع مرور الأيام مات منتحر شنغن في سنة 2014. أما بطل القصة جاستن وات، اللي لولا الله ثم هو ما كان أحد يعرف مين اللي قتل هذه العائلة. تم تكريمه ورفع رتبته لجندي من الدرجة الأولى. يقول جاستن بأن جته تهديدات ورسائل كراهية من ناس مجهولين معترضين على أنه كشف الجريمة، ولكنه ما اهتم وصار يشتغل في متجر الإلكترونيات بعيد عن الجيش. الأعمال المستوحاة من حكاية عائلة الجنابي هو فيلم ريد أكتد. زي أي فيلم يسوي بعض المخرجين عمل فيلم يحكي كامل القصة، وهذا اللي صار مع المخرج الأمريكي براين دي بالما، واللي أخرج فيلم في عام 2007 واللي اسمه ريداكتد. يتكلم هذا الفيلم عن مجموعة من الجرائم اللي صارت في العراق واللي من ضمنها عائلة الجنابي. الفيلم دموي ومأساوي بالمرة، وفي الفيلم في لقطات حقيقية لجثث عائلة الجنابي ومن ضمنهم عبير المحترقة. هذا الفيلم تسبب مقتل 2 من سلاح الجو الأمريكي في مطار فرانكفورت بألمانيا من قبل مواطن ألماني شاف الفيلم على يوتيوب وقرر أنه يقتلهم انتقاما للعائلة. وللأسف هذا الفيلم شافوه عدد قليل من الأمريكيين، واللي كانت عائداته 25,000 دولار بس مقابل إنتاج الفيلم، واللي كانت تكلفته 5 ملايين دولار. كما أن اليوتيوب حجب الفيلم في أمريكا وبعض الدول الأوروبية. وإلى هنا حبايبي وصلنا لنهاية هذا الفيديو أو نهاية هذه القصة. أتمنى تكون أعجبتكم القصة، ولو أعجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك للمزيد. السلام عليكم.